السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ تعالوا نعمل العيش الكايزر ونشوف الجمال مع بعض. شايفين حاجة جميلة جدا ومكونات بسيطة هنطلع أحلى عيش كايزر، وعملناه في صينية القلل. ويلا بينا نشوف المكونات. جبت كيلو إلا ربع من الدقيق. تمام. جبت حطيت عليه معلقة ملح صغيرة، وجبت بقى ايه معلقة خميرة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين. هضيف عليها معلقتين كبار من السكر. تمام يا حبايبي، ادي واحدة وادي التانية. تمام. وهضيف بقى اللبن بتاعي يكون دافي، ان كنا هنشتغل بلبن او مية اهم حاجة يكون دافي عشان نختبر كده الخميرة ونشوفها ناجحة معانا ولا لا. دي معلقة من بيكنج البودر، بس معلقة صغيرة. تمام. هنقلب مكوناتنا مع بعض، الملح والبيكنج باودر مع الدقيق. تمام. وبعدين هنضيف ايه؟ هنضيف اللبن بتاعنا ونشوفوه. بسم الله ما شاء الله، ناجح وجميل. الخميرة بتاعتنا ناجحة. هنضيف كمية اللبن اللي معانا على الدقيق ونقلب مكوناتنا مع بعض. اللي فاضل معانا ايه يا حبايبي؟ الزيت. بجيب انا ايه كوباية صغيرة من الزيت، كافية جدا لكمية الدقيق اللي معايا. بتطلع العجينة مظبوطة جدا. كوباية صغيرة من كوبايات الشاي. تمام. هنشتغل بقى كده بإيدينا. تمام يا حبايبي، عشان نحس بملمس العجينة بتاعتنا. أقلب كل ده ببعضه كده، أخلي المكونات داخل كلها في الدقيق. طبعا هنعوز ايه؟ نعجن كويس. حاول نلم عجينتنا كلها، ونعوز ناخد وقت كده في العجن، تاخد راحتها كده. تمام. لما بيبقى في معايا دي بقى كده يا حبايبي، بلمه كده في جنب. اما يبقى فاضل كده في جنب العجين، بلمه انا بقى في جنب كده، وازود عليه حبة اللبن واقلبه كله في بعضه زي ما انتوا شايفين. منزلش باللبن كتير مرة علشان احس كده العجينة محتاجة ازود. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله، طلعت مظبوطة وجميلة جدا معانا، ملمسها جميل جدا. هجيب بقى ايه كيس كده، او لو عندك استرتش ما يكون برضو جميل. هغطيها واغطيها بفوطة. هركنها بقى لمدة 10 دقايق ربع ساعة، مفيش اي مشاكل. لما عجينتنا تخمر كده تعالوا نشوفوا بقى. يلا صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شوف جمال العجينة بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، خمرة وجميلة جدا. شايفين الملمس؟ عجينة طالعة طرية وجميلة جدا. تعالوا بقى نشتغل. جبت بقى صينية القلل بتاعتي دي، كنت شايلاها ما بشتغلش فيها خالص. قلت هعمل فيها النهاردة العيش الكايزر واجربها كده ونشوف ايه هيطلع معانا شكله ايه. وبسم الله ما شاء الله طلع جميل جدا. حطيت شوية من الزيت كده في الصينية، ودهنتهم في الصينية، فردتهم كده فيها. حاسبوا شوية في الزيت، عارفين الزيت الأيام دي غالي جدا وما بيستحملش حاجة. تعالوا بقى نشوف التقطيعة. العجينة جميلة وسهلة جدا في التقطيع وما بتلزقش. بسم الله ما شاء الله. عملنا واحدة ودي التانية. لازم الكمية تكون متساوية، نعملوهم كلها في قد بعض كده. خلي ايدك ميزان كده، تقطعيها وتشوفيها في ايدك يكونوا كلك قد بعض. تمام يا حبايبي. حسيتيها قليلة شوية، هنزود كده حتة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هنقطعها بقى كلها كده ونفردها في الصينية، ونجيب كيس ونغطيها ونسيبها تاني تخمر مرة كمان برضو 10 دقايق. شايفين يا حبايبي بعد ما خمرت؟ بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. بس معلش بقى التليفون فصل شحن مني والإضاءة ضعيفة، بس برضو شايفين وطالعة جميلة. بسم الله ما شاء الله. دهنت أنا الوش كله كده. تدهنيه بزيت، تدهنيه بمعلقة لبن، تدهنيه بزبادي، مفيش أي مشاكل.
تمام يا حبايبي، علشان ايه بس خاطر السمسم يلزق معانا على الوش، ندهن بأي حاجة موجودة عندك عشان السمسم يمسك كده في الوش. تمام، حطينا السمسم عليها كلها، طبعا بنكون مولعين الفرن ومجهزينه. دخلتها كده بسم الله ما شاء الله على درجة حرارة متوسطة كده، من فوق ومن تحت طالع زي ما انتوا شايفين. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا، اعملوا أحلى كايزر، وما تنسونيش بلايك وتفعلوا الجرس وكومنت جميل من حبايبي. شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين هش جدا وجميل، طريقة سهلة وبسيطة، يا رب يكون عجبكم. يلا لايك وشير وفعلوا الجرس مع أم مالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.